حساب بالدقايق، حساب بالدقايق. يا ترى دقايق عمرك عملت ايه؟ نلت بها رضا الله ام سخطه؟ اي حاجة فيها ذكر لله عز وجل من بيتك الملائكة عزلت. الذكر ده له لذة كما قال بعض السلف: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها. فقيل له: وما ألذ ما فيها؟ قال: ذكر الله تبارك وتعالى. وأقم الصلاة لذكري. حتى الصلاة ربنا عز وجل شرعها من أجل ذكر الله، ذكر الله عز وجل في كل شيء. الصلاة ذكر لله، القرآن ذكر لله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، كل هذه أذكار لله عز وجل. الذكر يرقق القلب ويحيي القلب، كما قال حبيب قلوبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وانت قاعد قدامي دلوقتي، ايه اللي معطل لسانك عن ذكر ربنا؟ اذكر ربنا. تذكر يا عبد الله. استغفر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. ذكر الله. طب انت سايب لسانك عطلان ليه؟ ذكر الله. قاعد كده اهو ليه؟ ببحلق في الهواء وساكت ليه؟ ما تقول